ايه؟ انا عايزاكي تتخيلي كده احساسك وانت في ملايكه بتدور عليكي. ايه ده؟ ملايكه بتدور عليا انا؟ يعني عايزاني انا؟ عيله ليه ملايكه طوافون يطوفون بيدوروا على اهل ذكر، بيشوفوا اي حد قاعد بيذكر الله، وبعدين يقعدوا ينادوا بعض ويقولوا لبعض هلم الى حاجتكم، تعالوا انتوا بتدوروا على ايه؟ تعالوا بتدوروا على حد بيذكر الله. مين فينا ما بيروحش يقف يغسل عربيته وبيقضي اوقات من الوقت وهو يعني منتظر؟ فنقوم نعمل ايه بقى؟ نقعد نذكر الله. اولا الوقت بيعدي بسرعه قوي، وبتلاقي سبحان الله المصلحه اللي انت بتعملها ربنا بيكرمك فيها وبتخلص بسرعه، بتعمل لك على اكمل وجه. ده غير ان الملائكه بتيجي تدور عليك، تحفني باجنحتها يعني من الارض الى سماء الدنيا. اعجاز، يعني حديث فيه اعجاز رهيب. وانا مش عارفه ليه احنا بنتغافل عن اوقات الذكر واحنا قاعدين. فيا ريت اللي عنده وقت انتظار يا ريت يستغله في التسبيح. والحديث كمان كمالته حلوه قوي قوي قوي، ان ربنا سبحانه وتعالى بيسال الملائكه وهو يعلم احنا بنعمل ايه، يسالهم ربهم وهو اعلم بهم يعني ماذا يقول عبادي والى اخر الحديث. فربنا سبحانه وتعالى فبيقول فاشهدكم اني قد غفرت لهم. فيقولوا له يا ربي ده فلان دخل وما كان بس بيقضي حاجه، فيقول لهم ان هو كمان مغفور ليه. يعني شويه ذكر لا يتعد ربع ساعه، يعني تنال بيهم رحمه ربنا، تنال بيهم المغفره من ربنا. يعني ايه الجمال والعظمه دي؟ سبحان الله.